الاهلي لعب 2 ماتش ودي في نفس اليوم مع بترول اسيوط وفريق النجوم. حصل فيه ايه؟ وتعالى اقول لك على 5 لاعبين هيولعوا الدنيا الموسم ده مع حسين عموتة. هيعملوا اداء عالمي الموسم ده ان شاء الله، وهم من دلوقتي بدأوا يبينوا بوادر اللي فيه يبقى اداء عالمي. 5 لعيبه وفي لاعب فيهم هيبقى مفاجأة للكل، مفاجأة يعني. وهقول لك كمان خبر يعني هيزعل اخواتنا الزملكاويه. يعني لو في واحد زملكاوي في اخر الفيديو يقفل ما يتفرجش على الخبر ده، لان الخبر ده هيزعل اي زملكاوي. هتبقى صدمه لاي زملكاوي. بس قبل ما ابدا عايزك تصلي على النبي، ولو متابعني ما تنساش تعمل شير، ولو مش متابعني يا ابو الصحاب انا مستني دعمكم عشان اعرف اكمل. ما تنساش تعمل متابعه وتعمل لايك، ويلا بينا نبدا. اول حاجه معانا النادي الاهلي لعب ماتشين في نفس اليوم بتشكيلتين مختلفين. طبعا مفيش ولا ماتش منهم اتذاع، حتى التشكيله كان متقفل عليها. هتقول لي ليه؟ كابتن حسين عايز يقفل كل البيانات، عايز ينزل الموسم الجديد بشكل مختلف عن اي فتره فاتت، وما يكونش اي فريق منافس عارف النادي الاهلي بيفكر بايه او بيفكر ازاي. المهم النادي الاهلي لعب ماتشين. اول ماتش كان مع بترول اسيوط. الماتش دوت يا معلم خلص بنتيجة 2-1. اللي جابوا الاجوان سمير محمد ومحمد عبد الله. تمام. الماتش اللي بعديه مع النجوم خلص بنتيجة 6-2. اللي جابوا الاجوان محمد شريف وزيزو جاب جونين، وحسين الشحات جاب جون، وبن جديدة جاب جون، وكريم فؤاد جاب جون. يعتبر كده الماتش دوت ايه يعني، كان بروفا كده ايه لذيذة قبل سفر النادي الاهلي للمعسكر بتاع اسبانيا. خلاص النادي الاهلي سافر المعسكر بتاع اسبانيا. كابتن حسين عموته هيرجع من المعسكر، هيدي لاداره النادي الاهلي القايمه النهائيه. هم دول اللي انا عايزهم ومحتاجهم ومش عايز غيرهم. الباقي كله صنفر يا معلم، شيله في المونتاج. يعني ايه، انطروا قبل كاش. تعال بقى اقول لك على 5 لعيبه بيتالقوا وهيتالقوا الموسم ده مع حسين عموته. بالنسبه للتوقعات يعني هي توقعات، وان شاء الله النادي الاهلي يعمل مفاجاه السنه دي. طبعا اول لاعب، طبعا مش هقول لك امام عاشور متالق في كل النواحي، بس لسه بنشوف اذا كان امام عاشور اصلا هيكمل في النادي الاهلي ولا مش هيكمل. خلينا نبدا بمصطفى شوبير. طبعا رقم 5 مصطفى شوبير هيتالق ان شاء الله بنسبه 90% مع النادي الاهلي، وهيعمل موسم استثنائي واداء عالمي. هو عايز يثبت نفسه بعد كاس العالم اكتر عشان العروض اللي تجيله تكون عروض قويه تليق بيه. تمام. عندنا بعد كده اقطاع عبد الله، المهاجم الجديد الشاب الصغير. انا بقول لك من دلوقتي المهاجم دوت هيكون بدايه يعني عماد متعب جديد. مش شرط الموسم ده، بس ده هتبقى الموسم ده بدايته ان شاء الله. يعني بعد ما الموسم يخلص عايزك ترجع للفيديو دوت. عندك طبعا المهاجم سفيان بن جديده. سفيان بن جديده دوت هيعمل اداء عالمي السنه دي. انا بقول لك ده هداف الدوري المصري من دلوقتي. احجزها من دلوقتي. هداف الدوري المصري من دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طبعا اللاعب حبيب المدرب صاحبه من ايام الجيزه اشرف بن شرقي. اللاعب دوت المدرب بيعتمد عليه جدا ومركز معاه جدا، لان هو معتبره مفتاح لحلول التكتلات الدفاعيه. اي فريق هيبقى قدامك مقفل محتاج مهارات فرديه، هو هيخلق المهارات الفرديه ديت. مفتاح اساسي قوي للمدرب. ربنا يحميه الموسم ده من الاصابات. اما بقى اللاعب الاخير المفاجاه احمد السيد زيزو. زيزو زي ما بقول لك. ايه زيزو ايه المستوى ده واحنا جايبين واحد يرفع لنا يصنع العاب؟ اقول لك لا، زيزو السنه دي هيبقى مختلف. اولا زيزو بعد الاجازه رجع، وكان عنده غير التدريبات الجماعيه تدريبات خاصه على المهارات والسكيلز اللي هو كان عنده ايام ما كان في نادي الزمالك وحاليا مفتقدها. عايز يرجع فورمته وان شاء الله احسن من اللي كانت في نادي الزمالك. فهو يعني في تدريب خاص لزيزو مع التدريب الجماعي. المدرب شايف اللي في زيزو، مش عايز اقولها لك تتخض، شايف اللي في زيزو يبقى نجم الفريق. شايف اللي ينفع يطلع من زيزو وحش. يعني دي المفاجاه اللي محدش متوقعها. بس زيزو هيتالق الموسم دوت جامد جدا، هو واشرف بن شرقي ومصطفى شوبير واقطاع عبد الله وسفيان بن جديده. واكتب لي رايك في الكومنتات، شايف مين تاني هيتوقع. وعايزك بس ايه تشرب لك اي حاجه تطر عليك عشان اللي جاي سخن. اللي جاي سخن. في سؤال بيتسأل، ليه النادي الاهلي جايب 3 مهاجمين مع انه اصلا عنده 2 مهاجمين؟ هقول لك جراديشار النادي الاهلي ناوي يمشيه، ده مبدئيا.
محمد شريف النادي الاهلي بيحاول يلعبه الفتره دي عشان عايز يسوق له، عشان عايز برضه يمشيه سواء بيع او اعاره، بس المدرب قال انا مش محتاج محمد شريف نهائي نهائي، ما حتى لو عمل ايه مش هحتاجه في خطتي، انا مش شايفه قدامي. تمام. طيب الثلاث مهاجمين اللي انت جايبهم جداد، سفيان بن جديده، منصف بقرار، اقطاع عبد الله، هقول لك يا باشا كل واحد من دول ليه ميزه. يعني عندك مثلا سفيان بن جديده، ده مهاجم منطقه، حطه في منطقه الجزاء، مهاجم انا هجيب لك اجوان من اي زاويه من اي حته، انا مهاجم منطقه، انا المهاجم الاساسي رقم 9. اما منصف بقرار مهاجم شادو، ممكن يلعب شادو، او ممكن يلعب على الوينجات، عنده لمسه مهاريه، يعرف يعدي واحد على واحد بسرعته، يعدي من واحد ويشوط، فده هيحتاجه في حلول فرديه. تمام. طب اقطاع عبد الله ده شاب صغير جديد هيعتمد عليه للمستقبل ومهاجم مصري. تمام. وغير كده احسن واحد فيهم في الكرات العاليه، برضو لو ماتش مقفل فهتلعب على الكرات العاليه هينفعك. فدول من اخر الاهلي، اداره الاهلي موفره للمدرب 3 حلول بثلاث ستايلات مختلفه. المهم اكسب كل ماتش، مش عايز اتعادل، مش هقول لك بقى خساره، لا مش عايز اتعادل اصلا. تمام. قلت لك اشرب لك اي حاجه عشان اللي جاي. لو انت زملكاوي اقفل الفيديو يعني لحد هنا اقفل الفيديو. لو انت عشان مش عايزك تزعل يا اخويا، مش عايزك تزعل. اول حاجه وكيل عبد الله السعيد طلع ببيان نفخ نادي الزمالك، يعني هزقهم بشياكه، هزق اداره نادي الزمالك بشياكه، اللي هو من اخر كده، من اخر عبد الله السعيد عمل اللي عليه ومستعد يسمع. انتوا اللي مفيش التزام في كلمتكم، انتوا اللي بترجعوا في وعودكم، انتوا يعني بيقول لهم انا عايزكم تكونوا زينا، بتتعاملوا بطريقه محترفه عشان نقدر نتعامل معاكم. نفخهم. وجه بعد كده بقى نجم نادي الزمالك اللي بيعيط عشان خاطر نادي الزمالك، الجعان، اخوان جعانه، اخوان جعانه، اخد بعضه ومش عايز يرجع نادي الزمالك، وطلع ببيان قال انا سكت بقالي فتره على اللي بيحصل، بس نادي الزمالك ظالمني وواكل حقي واتفقنا لما تيجي عروض قويه هيبيعني برقم كويس، ولا باعني ولا عمل اي حاجه. يا عم دول مش بيجيبوا الفلوس اللي عليهم لغايه دلوقتي، انا بلعب وبضحي وقلت مش همشي من نادي الزمالك غير لما اجيب لهم الدوري وعملت كده، لكن نادي الزمالك ما اوفاش بكلامه معايا، علشان كده انا مصر على الرحيل. اخوان بزيرة ابن النادي، اين انت يا زملكاوي اللي كنت بتدافع عن اخوان بزيرة ورحت شتمت في الاسطوره بتاعتكم لما قال ده بيمثل، ده بيعيط وبيمثل، ده مش لاعب محترف. ايه مفيش لاعب اجنبي يقعد يعيط كده لما يخسر ويمثل. فعيب عيب عيب. ربنا يكون في عون نادي الزمالك. هنشوفوا ما يعملوا ايه الموسم الجاي، بانهم يعني قالوا له لا احنا متعودين على الفوز بالمركز الاول. نشوفكم السنه الجايه يا حبيبي انت وهو. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير، واستنوني الحلقه الجايه ان شاء الله هنغطي المعسكر بتاع النادي الاهلي في اسبانيا. وبس كده.